المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين، نستهلها بالعناوين. مكتب الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط يقيم أنشطته السنوية. قسم الثقافة والريادة في الأوسط ينظم تدريب ل 131 شاب في الرقص والدراما والعزف. دعوة لاستثمار الثروات الطبيعية في البساتين بمديرية فورت ساوا. الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية بسبب صفقة الأسلحة إلى تايوان. روسيا تؤجل صادرات الأسلحة لتعازيز قواتها المسلحة. تايلاند وكمبوديا تعلنان الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار. قيم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط أنشطته السنوية في اجتماع عقده في 27 من ديسمبر. وقال مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف الصائغ في الاجتماع إن أنشطة فعالة نفذت في الدفع بإعادة تنظيم تأطيرات الجبهة وتقوية المساهمة لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء والتأهيل في العلوم الاجتماعية ومجالات أخرى. وأشار إلى أن الأعمال المنفذة من الشعب وعمال الخدمة المدنية عامة وبرامج التصدي خاصة تعتبر أرضية دافعة للبرامج المستقبلية. وقدم المسؤولون المعنيون تقريرا في الاجتماع الذي حضره المدراء ومسؤولو التأطيرات والتنظيمات في الشعب والخدمة المدنية عن الأنشطة التي تم تنفيذها في عام 2025 في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية والحزبية، فضلا عن برامج الحملة الخضراء والتصدي المشترك. وطرح المشاركون ضرورة تعزيز منظمات المرأة واستمرار المساهمة العامة لتنمية صندوق أمانة الشهداء والدفع بأنشطة النفير التنموي وتعزيز برامج التبرع الطوعي بالدم. وذكر السيد يوسف صائغ في ختام الاجتماع التقييم الإيجابي للبرامج التي تم تنفيذها في عام 2025 بالنظر إلى الواقع والتحديات، مناديا إلى تنفيذ فاعل يقاس على الأرض لبرامج العام القادم. نظم قسم الثقافة والريادة في الإقليم الأوسط دورة تدريبية ل 131 شاب في الرقص والدراما والعزف على الآلات الموسيقية. وأوضح المدير العام لقسم السيد اسمرام صقا برهان في مراسم التخريج في 26 من ديسمبر، أوضح تنفيذ أنشطة مختلفة للتعرف إلى ميول الشباب وتعزيز قدراتهم. وقال مسؤول فرع الثقافة السيد إسراج محمود إن التدريب قدم للشباب من 13 مديرية في الإقليم الأوسط لمدة تتراوح بين الشهر و3 أشهر. وذكر بضرورة الحفاظ على مزايا التدريب وأن تكون التحديات دروس يستفاد منها والعمل على حل النواقص. من جانبه أشاد المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولد برهان بالعرض الذي قدمه الخريجون وأن يعم جميع المديريات لاستكشاف إمكانات إضافية. وقدمت في المناسبة الشهادات للمدربين والخريجين والمساهمين. دعت جمعية أصحاب البساتين في مدينة فورت ساوا المزارعين العاملين في زراعة الخضروات والفواكه، لكن معظم المزارعين يقتصرون على زراعة الخضروات، ناصحا إياهم بمحاولة تحسين جودة منتجاتهم والتركيز على الدخل والإنتاجية بدلا من مقارنتها بمساهمة الأرض. وأوضح رئيس الجمعية السيد محمد عثمان أحمد في حديثه بالاجتماع الذي عقده أعضاء جمعية الاستعراض أنشطتهم، أوضح أنه تبذل جهود للتركيز على استخدام المياه والأراضي من خلال إعطاء الأولوية للسلامة البيئية إلى جانب جهودهم الدائمة لزيادة منتجاتهم لتلبية طلب الأسواق المتزايد. وحث مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية أصحاب البساتين على اتباع سبل استخدام الأراضي المهدرة والاهتمام بالأعلاف الخضراء ونمو الفواكه، وقبل كل شيء توخي الحذر في استخدام الموارد الطبيعية.
وقال إن المنطقة الفرعية مناسبة أيضا لزراعة الفواكه، لكن معظم المزارعين يقتصرون على زراعة الخضروات. وذكر مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية السيد هبتوم حدش بدوره أن أراضي المديرية مناسبة لزراعة الفواكه، لكن معظم المزارعين يقتصرون على زراعة الخضروات، ناصحا إياهم بمحاولة تحسين جودة منتجاتهم والتركيز على الدخل والإنتاجية بدلا من مقارنتها بمساحة الأرض. وقال المزارعون إن جمعيتهم ساعدتهم على العمل بفعالية وتبادل الخبرات وعرض منتجاتهم على الأسواق بطريقة عادلة، مذكرين مكتب الإيرادات على تهيئة بيئة مواتية لهم لدافع الضرائب والرسوم الأخرى في وقتها بشكل عملي. ويعرف أن جمعية أصحاب البساتين بمديرية فورت ساوا تأسست في عام 2001 وتضم 177 عضوا مسجلا يزرعون في مساحة تبلغ 1442 هكتار. أعلن مكتب التعليم في إقليم عنسبة بأن الجهود تبذل لتصحيح نظرة الطلاب لمادة الرياضيات، وكذلك إصلاح نظرة الطلاب في مادة الرياضيات وإصلاح الضعف الناتج عن ذلك. وأوضح القائم بمادة الرياضيات في المكتب الأستاذ سفاسلاسي نجدم أن الهدف الرئيسي لمادة الرياضيات يتضمن اكتساب المعرفة والقدرة والذكاء، مشيرا إلى أن النظرة السلبية للطلاب في مادة الرياضيات جعلهم يهملونها. وقال أن الرياضيات هي أساس التنمية، مضيفا أن الأدوات التي تستخدمها في حياتنا اليومية هي نتيجة للرياضيات، داعيا الطلاب إلى امتلاك أساس قوي في الرياضيات للنجاح. وذكر بأن مكتب التعليم في إقليم عنسبة يقوم بتنظيم الدورات التدريبية للمعلمين لتحسين القدرات وجعل الرياضيات ممتعة ومريحة. وأشار إلى أن منهج تدريس الرياضيات الحالي لم يكن يرسخ المادة في أذهان الطلاب، موضحا بأن أسلوب التدريس الذي يركز على الطلاب وعلى الممارسة التطبيقية يكون أكثر فعالية وكفاءة وجاذبية. ودعا الآباء والمعلمين والطلاب إلى العمل المشترك لتغيير الموقف السلبي تجاه الرياضيات. تم التخلص من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية التي تم ضبطها خلال عمليات التفتيش الدورية في المتاجر والمرافق الخدمية في مدينة كرن. وأفاد ضابط القانون والنظام السيد كبرآب إندرياس أن المواد التي تم ضبطها خلال أعمال التفتيش التي نفذها ضباط إنفاذ القانون التابعين لإدارة المدينة وشركائهم تشمل الأطعمة والمشروبات والمنظفات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى الأكياس البلاستيكية المحظورة. وحث المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء السلع الاستهلاكية والامتناع عن شراء السلع الاستهلاكية التي تسبب مشاكل صحية، وتجنب الأكياس البلاستيكية، وإبلاغ المعنيين على الفور عند مصادفة تجار يبيعون سلعا منتهية الصلاحية. مشاهدونا الأكارم، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلن تصميم فرض عقوبات جديدة على 20 شركة دفاعية أمريكية، من بينها فرع لشركة بوينغ، على خلفية أحدث صفقة بيع أسلحة أبرمتها واشنطن مع تايوان الجزيرة التي تطالب بها بكين. وأعلنت تايبي هذا الشهر أن واشنطن وافقت على صفقة بيع أسلحة بقيمة 11 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات الأسلحة مع الجزيرة. وانتقدت الصين الصفقة وأعلنت عن عقوبات جديدة ضد مصنع بوينغ للأسلحة في سانت لويس وشركة نورثروب جرومان العملاقة لصناعة الطيران وشركات أخرى. كما فرضت الصين عقوبات على 10 من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الصناعة ومنعتهم من دخول البلاد، بما يشمل هونغ كونغ وماكاو. نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي قوله
إن موسكو ترجئ إلى حد ما تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لإعطاء الأولوية لتدعيم قواتها المسلحة بحسب رويترز. وتتوقع روسيا أن تتراوح مبيعاتها من صادرات الأسلحة بين 15 و 17 مليار دولار سنويا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ونقلت وكالة سبوتنيك عن مدير المركز إيغور كورتشينكو قوله أن روسيا ستوجه جزءا كبيرا من قدراتها الصناعية نحو إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية لتلبية طلبات التصدير المحلية والدولية بعد انتهاء العملية العسكرية. أعلنت تايلاند وكمبوديا في بيان مشترك اتفاقهما على وقف فوري لإطلاق النار، متعهدتين بإنهاء أسابيع من الاشتباكات الحدودية الدامية. وأفاد البيان الصادر عن اللجنة العامة المختصة بالحدود بين البلدين والذي نشره الجانب الكمبودي يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار فور توقيع هذا البيان المشترك. وأضاف البيان أن وقف النار يشمل جميع أنواع الأسلحة والأهداف المدنية والعسكرية لكلا الجانبين وفي جميع الحالات وجميع المناطق. ضربت ولاية كاليفورنيا الأمريكية في موسم عيد الميلاد عاصفة قوية ناجمة عن أنهار جوية جلبت أمطارا غزيرة ورياحا قوية أدت إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية في جنوب وشمال الولاية. وتم تسجيل مقتل عدة أشخاص في أنحاء مختلفة من الولاية بسبب السيول ووقوع الأشجار والانزلاقات، بينما حذرت السلطات من استمرار المخاطر وشددت على ضرورة الإخلاء في المناطق الأكثر عرضة، وأعلنت حالة الطوارئ في عدة مقاطعات وسط تحذيرات من مزيد من الأمطار والفيضانات في الأيام المقبلة. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بأهم وأبرز العناوين. مكتب الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في الأوسط يقيم أنشطته السنوية. وقسم الثقافة والريادة في الأوسط ينظم تدريب ل 131 شاب في الرقص والدراما والعزف. دعوة لاستثمار الثروات الطبيعية في البساتين بمديرية فورت ساوا. الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية بسبب صفقة الأسلحة إلى تايوان. روسيا تؤجل صادرات الأسلحة لتعزيز قواتها المسلحة. تايلاند وكمبوديا تعلنان الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار. هكذا مشاهدينا في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة ودمتم في أمان الله.